والله اول ما دخلت على الماتش وشفت حسام عبده بيعلق على الماتش على طول افتكرت المباراه بتاعت مصر وايطاليا في 2009 في كاس العالم للقارات وهدف حمص الجميل اللي في مرمى بوفون. وافتكرت طبعا المباراه الشهيره ديت اللي معظم الشباب اللي حاليا ما شافهاش او ممكن يكون بيسمع ملخصات ليها. ولكن اللي خفت من المباراه ان بعد الذكريات الجميله ديت اتصدم بالاهلي واداء الاهلي داخل الملعب واللي كان يصدمنا اكثر هي النتيجه. ولكن لحسن الحظ ربك سترها في الاول والاخر بهدف من انطلاقه من امام عاشور اللي قدر في الاخر هدف ذاتي للمدافع يحطها في المرمى بهدف يعني عكسي غير مقصود. ولكن لما تيجي تبص مجمل المباراه حاجه كده تحزن لما تيجي تتفرج على اللعيبه بتاعت النادي الاهلي سواء كان الاربعه اللي في خط الدفاع. محمد عبد المنعم بيقدم مباراة من أسوأ المباريات، ولكن قدر محمد الشناوي اللي هو متخصص في الانفرادات يقدر يطلع ويحوش الكرة اللي كان خلاص هيعرضها اللي خلاص قدام فاضي، قدر يحط له فيها ويطلعها بره. ولكن الغريب في الامر ان واحد زي عمرو السولية وواحد زي احمد نبيل كوكا اللي ممكن يكون عمل مباراه حلوه في كاس العالم سواء قدام الاتحاد السعودي او حتى قدام الفريق وورا الياباني. ولكن الغريب في الامر عمرو السولية اللي ممكن يكون مثلا عادي لسه جاي من اصابه او لسه بعيد عن المباريات. ولكن المباراه كلها و90 دقيقه ما شفتوش في الملعب بكوره مثلا على الناحيه الدفاعيه ولا حتى باص على الناحيه الهجوميه ولا حتى تدخل دفاعي منه. مفيش اي حاجه منه طول 90 دقيقه. اللهم الا واحد زي امام عاشور اللي هو يعتبر رجل المباراه بالنسبه لي اللي قدر يظهر سواء في الناحيه الدفاعيه سواء حتى في الناحيه الهجوميه اللي ممكن بالنسبه لي في المباراه دي شبهته باللاعب بتاع ارسنال في مباراه الارسنال وليفربول الماضيه في بتاعه دوجلو الرئيس اللي كان جاي بكل الادوار الدفاعيه وكل الادوار الهجوميه اللي كان بيفسد بصراحه بيفسد بالمعنى الكوره كل هجمات ليفربول سواء كان بيزيد مع سينشينكو مع محمد صلاح وحتى في نص الملعب كان بيزيد واحد زي اوديجارد واحد زي هافرتز كان بيقفل وراهم. ولكن امام عاشور كان مقدم مباراه وكان الهدف اللي جابه كان لازم يستحق وكان تتويج لمجهوده طول 90 دقيقه بالاداء الدفاعي. كان الوحيد اللي بيقدر يلم بيقدر يراوغ بيقدر وكان يفت حتى بدني كان واقف على رجليه عكس اللاعب مثلا واحد زي طاهر محمد طاهر اللي ممكن تكون جات له اكتر من كوره او مثلا جات له كوره او اتنين ما قدرش يخلص فيهم اللي الكوره اللي اتلعبت برامه التماس ديت وقدر محمد بسام يتصدى لها وترجع لواحد زي طاهر محمد طاهر بدل ما يحطها في الجول لا بيحطها بره خالص. يا ريت طب ما الجون فاضي اللي هي لعيبه تحس ان هي مش مركزه تحس ان هي مش موجوده في الملعب تحس ان في حاجه ضغط نفس عليها ولكن مش عارف. هتقول لي مثلا ضغط مباريات وبدني والدنيا دي لا واحد زي طاهر محمد طاهر ما بيلعبش اساسا هي اللي ضغطه في مبارياته اللي ضغطه في حزب. التاني واحد زي كريم فؤاد اللي ممكن تقول ممكن بعد المباريات الماضيه كان بيحزق وكان مقدم اداء فني حلو. ولكن المباراه ديت ما شفتش منه اي حاجه غير حزق بس. يعني مثلا اللي شفته منه فنيه كره عرضيه اتلعبت ولا تسديده منه حلوه ولا مراوغه ولا سرعه ولا اي حاجه. اللي ممكن تلاقيه حتى حسين الشحات لما نزل برضه تلاقي اللعب كله فردي محصور بين حزق اللعيبه. اللاعب ده بيحاول مفيش خطوط تقارب اللعيبه بعيد عن بعضيها. اللاعب لما تلاقيه حتى مسك الكوره مش عارف هو يبصها لمين هو بيقعد بيرمي على الخط يا اما بيرمح للعمق الملعب يا اما بيرجعها تاني ورا. فمفيش اي اداء تكتيكي من داخل الملعب مفيش مثلا اداء ظهر او مفيش جمله تكتيكيه ظاهره من مدرب زي مارسيل كولر اللي ممكن ضغط المباراة اقول لك ماستر. ولكن لما تيجي تبص هي حتى جمله واحده يا راجل انت في 90 دقيقه مش قادر تحفظها لهم انت ممكن في نص ساعه تديهم جمله كده يقول لهم اعملوا كده حتى نظر مش لازم عملي واعملوا كذا ممكن كانوا يعملوها. ولكن 90 دقيقه ما شفتش منهم اي حاجه ما شفتش منهم هجمه مرتده ما شفتش حتى منهم هجمه مرتده لما تبقى الكره مع سيراميكا بضغطينا ما شفناش هجمات المرتده اللي كنا بنعملها في فريق زي اتحاد جده السعودي في كاس العالم ما شفناش حتى. ولكن الحاجه اللي تحرق قدام ان وانت معك الكره مش قادر تعمل اي حاجه استحواذ سلبي اداء كله على الله حكايته مفيش اداء جماعي وانت ماسك الكوره. انت ممكن كل خطورتك في الهجمات المرتده اللي انت بتقدرش تعمل هجمه مرتده النهارده علشان واحد زي سيراميكا كليوباترا كان بيدافع من نص الملعب وكان قدر يحجز عليك. ممكن تكون الشوط الاول استخدمت قدرت تستحوذ على الكوره ولكن مع دخول واحد زي محمد توني في الشوط الثاني قدر يعمل ضربه 4-2 ويكتم الملعب في نص الملعب كده
ويحجز عليك مع خروج واحد مع زي عمرو السولية من الجيم، مش من الملعب، من الجيم، ان هو اساسا ما كانش موجود في نص الملعب في الشوط الثاني، مع واحد زي نبيل كوكا فضل نص الملعب، ما فيش غير واحد زي امام عاشور اللي كان قادر، كان الله يساعده في الملعب سواء الناحيه الدفاعيه وحتى الناحيه الهجوميه، ما فيش مساعدات داخل. حتى بيرسي تاو مثلا اللي كان بينزل تحت في عمق الملعب وبيصنع، كان محجز عليه من واحد زي رمضان بيكهام. اللعيبه اللي تحس ان هي ما فيش واحد زي حتى موديست لما نزل ممكن ما يكونش ادى الاداء اللي كنا عايزينه، ولكن هو ده الطبيعي بتاعه. ولكن ممكن تكون ان في لمحه ان هو ممكن يكون ينفع محطه، انما زاد عن كده ما ينفعش، مش هينفع او ما تستنوش منه، هي محطه اخره. وممكن كمان ماتش كده يعني بالنسبه لي هو الماتش ضغطي يثبت انه ينفع محطه، انما غير كده ما فيش اي حاجه تاني ينفع لواحد زي موديست. لكن الغريب في الامر الخط الهجومي بتاع النادي الاهلي كله وعلى الله حكايته، لا ظاهر محمد طاهر نافع، لحسن الشحات ممكن مفيش اي خطوره ليه، واحد تاني زي كريم فؤاد مفيش برضه. لكن الغريب في الامر هو واحد زي ياسر ابراهيم اللي بيقدم مباراه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الخامسه ورا ال20، هو نفس الاداء ونفس المستوى اللي بيقدم فيه في كل المباريات كاس العالم، زي نفس المجهود، نفس الرجوله، نفس الروح، نفس الامكانيات، نفس الفنيات، نفس كل حاجه، نفس التركيز في كل حاجه تلاقيه موجود. واحد زي محمد عبد المنعم اللي ممكن تلاقي غطرسته وتكبره واستعلاءه في الملعب هو اللي هيوديه في داهيه، هو اللي هيوديه في عين الشمس، هو اللي يخليه بدل ما بيلعب في الاهلي وكنا مستنيين منه انه يحترف بره في اوروبا او اي نادي كبير في اوروبا بيلعب في الدوريات الكبرى، بنستنى دلوقتي وقت ولا التاني انه ممكن يلعب يسيب الاهلي ويمشي باداء زي الخرا ده واستكبار واستعلاء على الكوره. يا باشا الكوره مره ما كانت فيها، عمرها ما كانت كده، الكوره يلعب. واحد زي كان سمعت فيديو شهير بس مش فاكر بالمين، جامع محللين الكوره بيقول لك مين افضل لاعب، مين افضل مدافع، مين افضل واحد مدافع بيطلع بالكوره، يقول لك مثلا فيليه. طب مين افضل مدافع بيتوقع الكوره، يقول لك فيليه. طب مين افضل لاعب مدافع بيسدد، يقول لك فيليه. طب مين افضل مدافع بيزيد في الهجمات في الهجوم، يقول لك فيليه. فلما تسال في الاخر مين افضل مدافع في مصر، قال لك وائل جمعه. فانت مش تحت شرط تكون تملك السرعه والمهاره وده، لا، اهم حاجه انك تكون في داخل الملعب لاعب يعني ممكن تكون بتلعب الواقعيه، بتلعب الاسهل، بتلعب الافضل، بتلعب كل حاجه، بتدي كل ايا كان الخصم اللي قدامك اديه حقه، انما ما تستكبرش عليه وتبص تلاقي نفسك لبست. يعني هو لما لمها لك دي ودرش الشناوي وطلع كنا خلاص لبسنا في جوال، كان ممكن هوب طلعنا بره البطوله خالص، اللي هي البطوله اللي ممكن البطوله ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه بنطلع من كل البطولات دلوقتي، عكس الموسم الماضي اللي كنا واخدين كل حاجه في وشنا. فده مش هينفع، اللاعب لازم تفوق، المدير الفني لازم يفوق. ايوه ممكن يكون ضغط المباراه، ولكن انت النادي الاهلي يعني انت مثلا واحد زي خالد عبد الفتاح لما نزل انت ما بتحسش الفرق بينه وبين لعيبه سيراميكا كليوباترا. ما تقوليش كانوا ماني، لا، انت بتجيب الاهلي بيجيب لعيبه واثنين وثلاثه، وكل كل موسم تغييرات بيدعم فريقه، ولكن لما تيجي تبص على التدعيمات هي ما فيش ولا لها اي لازمه، ولا اقسم بالله لازم يتحطوا في كيس ويتلقح في الزباله، ولا لما سواها واحد زي خالد عبد الفتاح اللي مش عارف اساسا الاهلي جابه ليه. برضه خط النص واحد زي عمرو السولية، واحد زي كوكا، مفيش فايده منهم. اللي ممكن الوم على واحد زي كوكا انه لسه صغير، واحد زي عمرو السولية الوم عليها ازاي اللي هو مش بيلعب اساسا بقاله اكتر من فتره طويله ما بيلعبش في النادي في الفريق، ولكن مش عارف اقول ايه في الاداء الهجومي بالاخص ان انت مش قادر تهاجم. ولكن حتى لما في الدقيقه 69 بالتحديد النادي الاهلي لما كان المفروض الهجمه او الكره ثابته اللعيبه علي معلول فطلعت ورا محمد هاني بدل ما يسدد لا بيديها لعيبه سيراميكا بيعمل هجمه مرتده علينا، كان الداخل قطعت في ال 18 من واحد زي امام عاشور اللي بيغطي اللي يقدر ولابس زي ما قلت لك وشبهت لك بديكتور الرئيس اللي قطع برضه الكوره من محمد صلاح لما عمل هجمه مرتده وقطعها وحطها اسمها دلوقتي في الاخر في العارضه ارض. سلام.